الناس اللي ما بتحبش السبانخ ام طماطم، في طريقه جديده هي زي العسل. بصوا هتعجبكم، مش هتبطلوا تعملوها. سبانخ بالثوم وبطاطس بالبيض والبقسماط، بطاطس مهروسه، هتعجبكم قوي. اول حاجه هتسلقوا البطاطس وتهرسوها، وتحطوا عليها بصله مكعبات صغير وربطه كزبره، وتحطوا التوابل اللي انتوا عايزينها. هي لونها غامق كده من ايه؟ انا جبت توابل لحمه وحطيتها عليها، طبعا توابل اللحمه بتبقى غامقه. عايزين بقى تجيبوا اي توابل تحطوا عليها اللي انتوا عايزينه براحتكم. تمام، اعملها كده زي كور صغيره، هحطها في البيت. طبعا البيت ده انا حاطه عليه فلفل اسود، وحاطه ملح عشان خاطر الزفاره. طيب هتعملوها كده، وبعد كده تحطوها في البقسماط او في الفيجيتار اللي موجود عندكم اعملوه. وساعات برضو بنشف عيش وبطحنه بنعمه خالص، وبرضو بعملها برضو بتبقى جميله. بس كده هحط بقى هعمل كرات احطها في البيض والبقسماط وعلى الزيت سخن سخن، بس انا مهديه النار. تمام، ايوه كده. بس كده هسيبها بقى لغايه ما الوش يتحمر، بعد كده اقلبها على الوش التاني تاخد لون حلو، بعد كده اطلعها. بالنسبه بقى للسبانخ، انا دقيت راس توم، حطيت فيها الملح والتوابل والحاجات بتاعتها، وحطيتها كده في طاسه هشوحها. اول ما تبقى لونها اللي هو اللون البني الغامق ده، هحط عليها السبانخ طبعا اللي مقطعاها وغسلاها ومظبطاها. يعني هحطها بقى اول كده، ايوه كده، هقوم نازله بالسبانخ، هقلب واحط حبه في حبه، يعني كل لما حبه يهبطوا اقلب واحط التانيين، وهكذا. مش هحط طبعا عليها ملح ولا حاجه، لان انا مظبطه الملح في الثوم. عايز تحط عليها شويه مرقه براحتك. بس كده بقى هقعد اقلب فيها لغايه اما تهبط خالص. هي بقى هتستوي منها لنفسها بالظبط، هسيبها لما تهبط 10 دقايق كده هتكون استوت وزي الفل. تمام كده. الطريقه دي بقى صحيه جدا لو انت بتعملي دايت، او مثلا العيال مش بيحبوها بالطماطم. انا بعمل الطريقه دي بتبقى تحفه الصراحه، وبتاكليها جنب رز ابيض، يا اما بتاكليها بالعيش. اي بتبقى كده كده دبلت خالص، العروق دي كلها طريه جدا. بصوا بقى، دي الميه دي اللي نزلت منها، هي انا ما حطيتش ميه فيها. تمام كده. كده بقى البطاطس بعد ما انا حمرتها وطلعتها، هي لونها غامقه كده من التوابل اللي انا حطاها. ممكن تسيبيها لونها فاتحه عادي براحتك، مش عايز تحطي توابل، عايز تحطي ملح وفلفل وخلاص براحتك. بس بتبقى يعني اكله لذيذه يعني، وبتفتح النفس. وطبعا طبق السلطه، انا ما اقدرش اكل من غير سلطه وفلفل حراق، ده شيء اساسي. لو عجبتكم الاكله حطوا لي لايك وشيروا الفيديو لاصحابكم. يلا باي.